السلام عليكم، إزيكم، عاملين إيه؟ يا رب دايمًا تكونوا بخير، رمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين، تعالوا بقى بينا النهارده نعمل فول للسحور بطريقة مضبوطة ومستوي زي الزبدة ولونه جميل جدًا، هاعرّفكم كمان سر اللون الفاتح للفول. قبل ما نبدأ ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وصفحة الفيسبوك بنفس الاسم سو's kitchen مطبخ سو، ويالّا بينا نبدأ ونشوف هنعمله إزاي. أول حاجة عندي كيلو من الفول المستورد. منقياه طبعًا، وكمان أنا باحب النوعية دي بصراحة عشان بتستوي بسرعة وكمان بيبقى طعمه أحلى. بعد كده بقى هاخده هاغسله تحت الحنفية مرة و2 و3 لحد ما أحس إن المَيّة بتاعته خلاص بقت نضيفة. وده الفول بعد ما غسلته. هاجيب بقى بعد كده مَيّة سخنة، مش لازمًا تكون مَيّة مغلية، ممكن مَيّة من السخان عادي، وهاغطّي الفول بالمَيّة وهاسيبه منقوع فيها لمدة حوالي 12 ساعة، لو فول بلدي هاسيبه لمدة يوم كامل. بعد ما الفول خلاص اتنقع لمدة حوالي 12 ساعة هاخده عشان أرمي المَيّة بتاعته واغسله كويس جدًا تحت الحنفية وهاصفّيه. وده الفول ما شاء الله شايفين الحبّاية نافشة إزاي وشكلها جميل جدًا. بعد كده بقى هاجيب كوباية من الفول المدشوش، أنا ناقعاه لمدة حوالي ساعتين، وعندي كوباية من العدس الأصفر مغسول كويس جدًا ومتصفّي، وعندي بعد كده ليمونتين. هاجيب بعد كده الدماسة، ما فيش دماسة عادي جدًا ممكن تستخدمي الحلة. بعد كده هانزل بجزء كده من الفول، وبعدين هانزل بكوباية الفول المدشوش، وبعد كده بقى هانزل برضه بجزء من الفول، أفرد كده كويس الطبقة بتاعة الفول، وبعد كده بقى هانزل بكوباية العدس، وهاكمّل بقى باقي كمية الفول. تمام؟ بعد كده بقى هاجيب طماطماية هاقطّعها كده نُصّين على الوش، وهاجيب مَيّة وأغطّي الفول، لازمًا الفول يبقى متغطّي بالمَيّة، هاجيب كمان شوية، وبعد كده بقى هاعصُر ليمونتين، مش هاحُط القشر بتاعهم خالص، لإن القشر ممكن يمرّره، هاحُط بس هاعصُر الليمونتين. والترِكّة المهمة جدًا طبعًا هاغطّي عليه، وأهم حاجة نغطّي على الفول كويس جدًا عشان ما يتأكسدش ولونه يسوَد. هاشيل بقى قشرة الليمونة دي، وهابدأ أحرّك الدمّاسة بالشكل ده عشان أطمّن إن المَيّة وصلت للفول كُلّه. بعد كده هاغطّي كويس جدًا، وهاخد الفول هاحطّه على نار عالية لحد ما يغلي، وبعد كده هاوطّي النار تمامًا، يعني شمعة كده، زي الشمعة، يبقى هادي جدًا. هياخد بقى ممكن 4 ساعات، 5 ساعات، إحنا طبعًا كل شوية بنبدأ نشوفه، وطبعًا لمّا المَيّة بتقِل منّه وحبّيتِ تزوّدي مَيّة، لازمًا المَيّة تكون مغلية، ما تكونش مَيّة باردة. هنجيب بقى الدمّاسة بعد ما الفول خلاص بتاعنا كان استوى، ما شاء الله شايفين شكله عامل إزاي، هنبدأ بقى نغرفه كده في البولة عشان أوريكم شكله ما شاء الله. شايفين اللون؟ جميل جدًا، اللون فاتح، ما فيهوش أي أكسدة أو غمقان، والحباية بتاعة الفول مستوية زي الزبدة، تحسّيها أكنّها دايبة. بعد كده بقى ممكن ناخد الفول ونضربه في الخلاط، ونحفظه في أكياس ونحطه في الفريزر لحين الاستخدام، أو زي ما بتفضّلوا تعملوه. إن شاء الله تجرّبوا الطريقة دي وتعجبكم. أنا سوزان محمد، للي لسه أول مرّة يشوفني ما تنسوش بقى تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعّلوا زر الجرس عشان كل ما نعمل وصفة جديدة إن شاء الله توصل لكم، وكمان ما تنسوش صفحة الفيسبوك بنفس الاسم سو's kitchen مطبخ سو، ولايك وشير والسلام عليكم.